أقوى مسا على البشرية. على السريع بقى كده نشوف ايه اللي بيحصل. بنعتذر عن التأخير والله، مش بإيدينا خالص. طبعا مش محتاج أقول إن الشغل العالي ده من الحاج ستور. تمام، عبد الرحمن الحاج عامل ستور، وهتلاقوا فيه كل السويتشيرتات بكل اللوجز بتوع أغلب الرابرز وأي حد ليه علاقة بالراب، سواء رابرز أو بروديوسرز أو أنا. وهتلاقوا جميع الأحجام والسايزات والألوان ولا مؤاخذة. فأقوى مسا على الحاج ستور وشريك وأحمد عز. تمام، ظابطين الأداء يعني، والكواليتي مش محتاج أتكلم عليها. تمام، نخش. في حاجة حصلت امبارح، وعلى حسب اللي أنا شايفه فهي مفاجأة مدوية من الأسماء، بس من الأسماء فقط. تمام، يعني التعاون نفسه مفاجأة لوحده، وطبعا أغلب الناس عارفة. فاللي لسه معرفش، تمام، في تعاون امبارح نزل على قناة حسين أو حسين. تمام، ومن الواضح ان هو تراك من ضمن الالبوم بتاعه الجديد. فطبعا ده شغل عالي ان في البوم اصلا، تمام، شغال عليه هو والمافيا. فالتراك ده بقى بيقول ايه؟ التراك بيقول ايه؟ مبدئيا التراك بتاع حسين، التراك اسمه العاصمة. التراك اسمه العاصمة. تمام، العاصمة دي بقى فيها مين؟ تعال نشوف فيها مين. عندك ابو الانوار، تعاون مختلف، ابو الانوار مع حسين، وسانتا وفليكس وابي يوسف. انت فاهم الاسماء؟ فاهم؟ ها؟ متخيل بقى اللي هيحصل؟ انا الصراحة مش متخيل خالص، ومتحمس ان انا اخش واشوف ايه اللي بيحصل. فيلا بينا على السخن كده. خلينا نشوف بس الاول مين اللي على الانتاج. كالعادة اللي على الانتاج اكيد لازم يكون اكتر من واحد. عندك علي بيكس وجيرمي وبارون، 3 على الانتاج. ما لازم العدد ده كله لازم يكون فيه كذا واحد برضه على الانتاج. انت فاهم يا ابني اللي هيحصل؟ انت مستوعب اللي هيحصل؟ من واقع خبرتي بتقول ان مستحيل اللمة دي تكون عاملة حاجة مش على المستوى من قبل ما ابدأ. صعب يعني. فانا اتمنى يكون على مستوى التوقع. تمام، يلا بينا. طبعا التراك اوديو، وده غير مستحب اطلاقا بالنسبة لي. دايما افضل ان الموضوع يبقى فيديو متشاف، الموضوع مختلف تماما. تمام، غير ان هو يبقى صورة كده بس، خاصة مع الاسماء دي. اتجمعوا بقى، فاهم؟ اتجمعوا على كاميرا. شوف كده، لموا من بعضكم كده واعملوا فيديو كليب. مش كده يعني انت يا عم حسين لو ما عملتش للألبوم كله التراك ده لازم يتعمل له فيديو كليب، واخد بالك؟ اسأل الانتاج، فاهم؟ نحررهم شوية، شغلهم، الله يبارك لك. ما علينا، خلينا نخش ونسمع ونشوف الشباب عاملة ايه. يلا بينا عالرايق. صباح الفل على البشرية. ماشي. نشوف نجيب الليركس بتاعتنا الجميلة هنا. حبيبي انجز بابا الله يبارك لك. ايوه خليك شاطر، برافو عليك. تمام، حلوة الصورة بايدوية يعني، بما ان هي لها علاقة بالسواد فانت عارف ملك السواد، فلطيفة. حد تاني معانا الميكس والماستر هيرو، وده معاهم من بدري في المافيا زون يعني، معادي تاون مافيا ريكوردز. تمام، نسمع. يلا خش يا عم حسين، او ايا كان مين اللي هيبدأ ايه. مجال مخرع محتاج يوصل في البرع لما تجي والسد الزرع لما تفتح كف ده تقود مع المسألة فكرة من نور انت يا ديني على الفجر ده، شكله اولد سكول يعني. هو انا لازم اتكلم واقول واعلي صوتي واتضايق واتنرفز عشان نعمل حاجة مختلفة؟ ايه الجمال ده؟ ابو الانوار على اولد سكول، وسانتا، بس سيبك من سانتا كده كده متعودين عليه، بس ابو الانوار على اولد سكول، وحسين وفليكس وابي يوسف. يا الدنيا جرى فيها ايه؟
يعني انا متفائل مادام اولد سكول، انا معاكوا كده كده. عاش الانتاج والبيت شكله قوي، علي بيكس شكله عامل شغل مع جيرمي وبارون في صباح الجمدان. خلينا نسمع تاني ونشوف. الدخلة شكلها قوية فشخ. يا مجال مخرع محتاج تقوم صمت البرع لما تجيب والسد وزرع لما تقعد كف في كف ده الترتيب بمعنى سهل فتح الضوء من النور انت مربيه الواد اتفرع بيقلق بيفلق لما تجريه ده جديد حتى لو بعيد عليكم لازم اهدى عندي سكيلز بتعلى بس الكابتن حازم اهدى الست وكل الناس تصدق عيد بنزل الفريق جبت كام مشاهده ما بتتهدش فعلا، جامد فشخ الاداء. يعني يا ايه ده مزاج. كان فين يا اسطى الكلام ده من بدري؟ فين الكلام ده وفين الترزيع ده من بدري؟ كان فين؟ لا ده احنا نفوق لكم بقى، نفوق لكم. ايه الشغل ده؟ مستوى جامد فشخ. الاداء والفلو عاليين فشخ، والسكين بتاع الليركس برضو على المستوى. بص السيلابلز اللي مستخدمها وركز في الرايمنج. في الاول بيقول لك علي بيكس جود ذا صوص، تمام؟ هو معاه ايه؟ لا مؤاخذة الصوص اللي هو البيت يعني. بس بعد كده دخل ابو الانوار في وشنا وقال لك يا مجال مخرق محتاجني، الفانز اتبرق لما اجري، قافية داخلية محتاجني واجري. بعد كده وشك بيزرق لما اخبطك كف في كف ده انت ابني. وهنا غير الاستراكشر بتاع البار بطريقة صايعة فشخ، ورمالك الانترنال رايم بتاع بيزرق على مخرق، في حين ان القافية الداخلية في البار اللي قبله هي محتاجني واجري. فهنا فجأة حول لك مخرق لقافية برضه لما رمى عليها بيزرق. وعندك كف في كف. بعد كده راح قافل بده انت ابني عشان تمشي معاه لما اجري. جامد. وطبعا ده انت ابني دي بنسبة كبيرة بيرمي على مروان موسى، بنسبة كبيرة، لان هما الاتنين اللي في شكل من اخر مرة واضح. فهنا بدأ يرجع ينكشه تاني. بس بعد كده كمل وقال لك بمعنى سهل فشخ ابنيه اكمن نور اللي مربيه. بمعنى سهل فشخ ابنيه اكمن نور اللي مربيه. هو موسى. بس بعد كده قال له الواد اتغرق بيقلق بيفلق لما بجريه. من الاخر 4 بارات نكشة لمروان موسى. بس عايزك تركز في المولتي سيلابل. اتغرق بيقلق بيفلق لما بجريه عشان تمشي مع مربيه، وده انتبني ولما اجري. جامد عالي المستوى. ابو الانوار مفاجئني من فترة ما عملناش حاجة لي، فالمستوى عالي. عاش. بس بعد كده قالك وده الجديد حتى لو بعيد عليكوا لازم اهدى، عندي سكيلز الثعلب بس الكابتن حازم اهدى. وهنا غالبا بيرمي على النيك نيم بتاع الكابتن حازم امام اسطورة الزمالك اللي معروف بالنيك نيم بتاع الثعلب الصغير. فهنا رامي ان هو عنده سكيلز زي الثعلب، بس عشان حازم امام بقى فاهم والادب والاخلاق لازم يهدى عليهم برضه. بس فصايع. بعد كده قالك ميمو مبابي في الدسات وكل الناس دي شهدة. وطبعا عارفين مبابي في الكورة عامل ازاي، فهو بيقولك ان هو جامد زي مبابي لكن في الدسات. بعد كده كمل وقالك بقيت بنزل مش فارق لي جبت كام مشاهدة، بس ده حديثا يعني، قبل كده كان بيفرق لك. ده معنى البار. ماشي. القوافي بتاعت ال4 بارات دول على عادي، لازم اهدى حازم اهدى جامدة، لازم وحازم واهدى. بعد كده كل الناس دي شاهدة جبت كام مشاهدة. جامد. مستوى في العالي. نكمل. عايش. بداية التراك مفرحة كده مبهجة، ناس بتسخن بعض على الشغل المظبوط. كمل يا بيه. قول انا بتهدد هتموت ومفيش حياة بخدد مندل الذكاء في سنك محمد ظابط المجال بثبت ايدي عليها طبعا ما تتفتش بس حاجة واحدة بس عيب اقولها انت زي الفترة استحب دي باكلها بدل عيال جيوسة بس مين وشاب مول. ايه يا اسطى ما بالراحة الكلام ده مش هنا اقسم بالله. ايه في ايه؟ طب ده هناك معاه يا بيه. خلينا نسكيب ال4 دول ونرجع للي قبلهم، لان اللي قبلهم مكتوبين حلو فشخ. جامد. عمل لك ستارت رايم، الرايم اللي بيبدأ بيه بينهي بيه. قال لك ما بتهتش هتموت ومفيش حياء بخدش منتج امسك ياض لسانك لا تتمنتج بنتش محمد ظابط المجال بفتش. وهنا رامي ظابط على دبل مين؟ هو ظابط الاداء،
تمام بتاع المجال، والتاني على العادي ان هو ظابط فبيفتش، فاهم؟ بيفتش المجال، بيعمل عملية تفتيش فعلا يعني، فجامدة. بص بقى الرايم اللي بعد ده، ركز في الرايم اللي بعد ده. قال لك ما بتهتش، بخدش، منتج، تتمنتج، بنتش، بفتش، باد بيتش. بعد كده قفلها لك ايدي عليها طبعا ما تتمدش. انت فاهم المستوى بتاع ابو الانوار في الكتابة وفي الرايمنج بقى فين؟ جامد فشخ، عالي المستوى. انا اول مره اشوف المستوى ده من ابو الانوار الصراحه، فاحقاقا للحق هو مفاجئني جدا. ما شفتش المستوى ده منه قبل كده، عالي. بعد كده كمل الاربع بارات اللي لا مؤاخذه مش كويسين. قال لك ايدي عليها طبعا ما تتمدش، تمام، بس ايه لا مؤاخذه غير في حاجه واحده بس هيبقى اقولها، لا مؤاخذه يعني الادب بقى والاخلاق هنا دخلت فجاه علينا يعني. انت زي الفاكهه قشطه احب بيبي لا مؤاخذه اكلها، مجال عيال جياصه بس ميمو شاب ملهم، تمام. هو الالهام واضح الصراحه، عندي كتير اقوله بس براتي سقفوا لها. عاش المستوى بجد، عاش المستوى، بعيد عن المؤاخذه السفاله والحاجات دي، بس ايه المستوى فوق. نكمل. قول يابا، قول يا نور. احسنت الله عليا الشباب قلت زيي الناس تسأل عليا عشان ايام القص جايه، بكتب الاغاني كل ده عامله بإيديا حرفيا. كنت بفكر في الحوار اللي فاتش فيا، مش بحل بيت بس حل اصعب احجيه، جيبي جوه ارض زي رصة الطعميه، عايز اشلف بكتب الكلام وفي الحقيقه مش بألف، دماغي زي مسدس بتتعمر وتتجنن عندي منه. لا لحظه بقى، ده سنت يعني، لازم لمؤاخذة نعمل مرشدير كده ونركن على جنب ونركز. عالي المستوى، الدخلة بتاعت سانتا عالمية. بس نور في اللي قبلها برضو كان جامد. قالك بكتب الأغاني وكل ده عامله بإيديا، وبعد كده راح ساكت. بعد كده قالك حرفيا سبت مساحة تفكر في البار اللي فات مش فيا، مش بحل بيت بس أحل أصعب أحجية، والأحجية دي المفروض اللي هي المسألة اللي هي يصعب حلها يعني، بس هو هيحلها عادي. وهنا طبعا عندك دبل مين في الحل، مش بحل بيت يعني ايه ما بسيبوش، فاهم؟ مش هحله في نفس الوقت احل اصعب احجيه، اللي هو هنا جاي من الحل السوليوشن هنا ولا مؤاخذه، تمام، ان هو ايه يحلها. بعد كده قفل لك المقطع بتاعه وقال لك جيبي جوه اخضر زي قرص الطعميه، وهنا غالبا برضو ممكن يكون بيرمي على ان جيبه مليان دولارات ولا مؤاخذه، ماشي. بس بعد كده دخلت بقى ايه عمك سانتا، نركز فيها ونخشها واحدة واحدة. يلا قول. عايز اشلف بكتب الكلام وفي الحقيقة مش بألف، دماغي زي مسدس بتتعصر وتتكلف، عندي منه كتير ودي يجيلي عشان اسلف، جوه الحتة مخلف قاعد وبستف الكتير، اسمه الفكر كونكريت، هي لو فاضية وانا مش فاضي وبيتها فاضي كنت جيت، اسم الكل على الجيل كنت جيت من غير شريط، انا مصري من الزيتون افريقيا مش افريقيا، واحد في ثانية اسم الدول ايطالي لازانيا، انا السلطان مش رياضي ودي جارية، مش جاية جايبها بإيديا كاشفين عليا عشان يجيب راس الأرنب لازم قبله الحية. طبعا مستوى السانتا في الفوق كده فمش محتاج، هو جاي بس ايه بيدي سابورت في الاولد سكول، بما ان هم قالوا يا اولد سكول، فاهم؟ فمين اللي هناك؟ عمك سانتا، هو قاعد مستنيهم يعني، فاهم؟ هو اوريدي كان هناك بس هم اللي جايين متأخر. بس جامد فشخ على المستوى. قال لك ايه؟ قال لك عايز اشلف بكتب الكلام وفي الحقيقه مش بألف، اللي هو هنا بيكتب كلام الراب لكن في الحقيقه هو مش بيألف، تمام، ما بيألفش على حد يعني. دماغي زي مسدس بتتعمر وتتكلف، تمام، دماغه ايه على المستوى وعاليه، فهنا بيشبه لك ان دماغه بتتعمر زي المسدس، اللي هو دماغه تقيله يعني ولا مؤاخذه، فخاف منه، تمام، عشان ايه ممكن يطرش لك رصاص. بعد كده يقول لك عندي منه كتير وبيجولي عشان اسلف. بس ده مستوى الناس اللي حواليه يعني، فاهم؟ هو بيسلفهم كلامه، بيسلفهم من دماغه الايه متكلفه ومتعمره زي المسدس ولا مؤاخذه. بالنسبه للقوافي في اول 4 على العادي، اشلف، بألف، تتكلف، اسلف بس، وراح مكنف اللي جوه الحته مكنف قاعد وبست في الجديد اسود في اسود كونكريت، اللي هي المفروض براند اللبس بتاع كونكريت يعني، ان هو لابس اسود في اسود زي كده. بعد كده قال لك هي لو فاضيه وانا مش فاضي وبيتها فاضي كنت جيت، ولا مؤاخذه وده عيب، تمام، عيب والله،
بس بقى كده قال لك استر فولت على البيت، ودي اشاره ان البيت فولته عالي ومستواه في العالي، فاهم؟ فانا بقول لك استر فولت على البيت. قلت التيت من غير شريط، انا مصري من الزيتون، افروديت مش افرو بيت. والافروديت ده اللي قلنا عليه ان هو تقريبا اله الحب عند اليونانيين غالبا يعني. وانا بقول لك مش افرو بيت، وانا غالبا ممكن يكون رامي لا مؤاخذه على كينج الافرو بيت عم ويجز من الاخر يعني، تمام؟ غالبا يعني. بعد كده مكمل وقال لك وقف ثانيه، اسمك بالايطالي لازانيا. مش عارف دي ممكن تكون رايحه لمارو بما ان هو عمل بيج مافيا وكان ليه علاقه بايطاليا وسفريه ايطاليا. بعد كده قال لك انا سلطان مش رياضي وادي الجارية، مش جاية اجيبها بايديا، كاشفين على الهيئة عشان نجيب راس الارنب لازم قبله الحقيقة. الموضوع واضح وصريح يعني، تمام؟ بس مكعبل عشان سانتا هو اللي كده، فاهم؟ انا عايزك تركز في الرايمز. وقف ثانية لازانيا، مش رياضي، اسمك بالايطالي ودي الجارية. بص كام رايم، بعد كده جاية بايديا الهيئة، بعد كده قفل بقافية وهي الحقيقة. بس مستوى سانتا على عالي وعلى الثابت جامد. نكمل. قول. انا رسمي زي يستتابعوا يستنوني لو امريكي شوف نجيب الفيلم جريمي كف في وشي هل في عيني انا وسي في السكون عند نص دكتور جاني مفترس من زمان لا اكترس ما كنتوش هتبقوا على الخريطة لو ما فيش انترس الشوطة ثابتة الجمش فعلت مود القمش ايوه دي ظهرك انا بدير وبمانج وعم هادي يتقالوا داخل فيه من غير ما اساله والحكاية يا تخلص قبل حتى ما ارفعها له مخي اجيبه وعقله بزرار بشغله صاحي بعد المغرب فما لحقتش الانتالو. يخرب بيت الفجر يا اسطى، ايه يا ابني المستوى ده؟ انا بجد عايز افهم ايه المستوى ده وايه اللي انا سمعته ده. هقول لك لما يجي دورها. جامد فشخ المستوى بتاع سانتا في الرص وعالي فشخ في الورد بلايز، مفيش زيه حرفيا يعني. تعال بص قال لك ايه. قال لك انا رسام زي انيستا، تابعوا انستجرامي، التيم لو امريكي شوف هنعد في كام جرامي. وانا يقصد التيم بتاعه يعني اللي شغال معاه، لو كان امريكي شوف هيعد في كام جايزة من بتوع الجرامي. وطبعا الجرامي دي اغلب الناس عارفة ان هي جايزة امريكية المفروض يعني. بس فانا بيقولك لو كان هو والتيم من امريكا كان عدى جرامز كتير. بس بعد كده قالك كف في وشك حلك من فنجاني، انا وجي في الزيتون عند ناصية الفرجاني. جامدة دي. الفرجاني ده المفروض اللي هو فرجاني السيسي بتاع الزمالك، بس في نفس الوقت هم من الزيتون ممكن يكون في قهوة فعلا اسمها الفرجاني، الله اعلم، وهو وجي واقفين عندها ممكن. بعد كده كمل وقال لك مفترس من زمان لا اكترس، ما يفرقلوش ومش فارق له من زمان. بعد كده قال لك ما كنتوش هتبقوا على الخريطة لو ما فيش انترش. وانترس ده المفروض اللي هو معروف في علم الابراج غالبا ان هو قلب العقرب، ولكن ما اعرفش ايه علاقته الصراحه ان هو لو مؤاخذه ما كانش موجود احنا ما كناش هنبقى موجودين. ده علم ابراج وحرام، ما ينفعش ان احنا ندخل فيه خالص يعني. بس بعد كده قال لك في الشتاء انت بتنكمش، فعلت مود الفانش، ايوه دير ظهرك انا بدير وبمانج. هنا نركز في الرايم والعظمه اللي معموله في الرايم. قال لك مفترس ولا اكترس وانترش، بعدها تنكمش والفانش، وبعد كده قفلها بمانج. ده غير الدبل مين بتاع دير. قال لك ايوه دير ظهرك، دير اللي هو ايه لا مؤاخذه لف ظهرك. وفي نفس الوقت هنا بيقول لك انا بدير وبمانج، بدير جاي من الاداره. فيا للعظمه يعني الصراحه جامد. عاش سانتا، لازم يتسقف له في كل تراك ليه، مفيش بعد كده. فوق بقى كده قال لك وعلى عادي اتقالوا، داخل فيه من غير ما اساله، الحكايه تخلص يا اسطى قبل حتى ما ارفع قاله. مفيش كده اقسم بالله. اتقالوا اسالوا قالوا. بعد كده قال لك مخي اجيبه وعقله، بزرار بشغله، صاحي بعد المغرب فملحقتش الاندلس. والبار ده تحديدا على حسب ما انا لقطه فاجر، لان من المتعارف ومن العادي ان انت بتقول عصر الاندلس، فهنا بيقول لك صاحي بعد المغرب فملحقتش عصر الاندلس. فعصر هنا مش موجوده ميسنج، بس المفروض ان انت تلقطها وفي نفس الوقت ليها دبل مين، عصر الاندلس وصلاه العصر اللي هي بتتصلى. فهنا هو صاحي بعد المغرب، فطبعا المغرب بعد صلاه العصر، فملحقش الاندلس. ده ايه ده ايه؟ طيب انا عايز اعرف الراجل ده دماغه ايه، حد يقول لنا بس.
انت يا ابني لينا قاعدة انا بقولها لك اهو، هتيجي بس لما تفوق لنا بس شوية. تمام؟ تفوق لنا وتبقى جاهز، بس عالي المستوى فوق. نكمل. قول. جامد. تبتدي حاجتك على الكيس اللي بتعمله ده خلصته من 2020 يفوتك حتى في الدخان كله وهيز ماشي واي فرصه انا بصطادها كاني بيجاشي الدنيا بعود بيها وعداي لاني سريع دخلت اللعبه وغيرتها مش هسيبها نفس الصيغه. جامد يا حسين، جامد يا حسين، غيرنا يا حسين. الحمد لله على السلامة يا حسين. ايه ده؟ حسين على الاولد سكول، ما انت ماشي اهو. ايه يابا ده؟ جامد فشخ. مستوى الرص على المستوى، الله ينور على المستوى. خلينا بس نرجع لاخر 4 بارات كده عشان عم سانتا بيقل ادبه. تمام؟ قالك مش لازم تقضي حاجتك على البيت يا شقيق، ده مؤاخذة يعني، على اساس ان اخصامه بيشتوا على البيت. تمام؟ فهنا بيقول له مش لازم تقضي حاجتك، تعمل زي الناس يعني. تمام؟ واضحة ايه. بس بعد كده قالك اللي بتعمله ده خلصته من 2020، اللي هو انت قديم فشخ يعني. من الاخر الأوضة اتعبت دخان أكنه هيز ماشين، وأي فرصة أنا بصطادها كأني ليه ياشين. هنا بيرمي على الحارس الكبارة العظيم ليه إيفانوفيتش ياشين، اللي معروف بالعنكبوت الأسود أو بالنمر الأسود ولا مؤاخذة. هو لاعب كرة قدم سوفيتي. تمام؟ وبيعتبروه الأفضل في التاريخ. فهنا بيقول لك أي فرصة أنا بصطادها كأني ليه ياشين، عشان يمشي مع هيز ماشين و2020 والبيت يشقيق. ده سانتا ونقطة. بس نشوف حسين بقى، نشوف حسين ودخلت حسين تاني. يلا قول. الدنيا بعود بيها وعداي لاني سريع دخلت اللعبه وغيرتها مش هسيبها زي ما البيت ناس تتصيب ناس بتضرب ناس بتنور تحت السوق ناس بتعرض ناس من جوه تخش تسيب وفي تحت السوق الغاز ناس بتقرا عايزه تفوق اللي بتقولش للأس فبطلوه بلاش تظنوا وانتوا فيها ازاي بتحكوا تقولوا فيها ازاي بتدروا تحكوا فيها ازاي محدش فيكم فكر ان الشغله دي مش فيها ازاي بتحبوا تقري بعض وتوصل في ظرف كتير. جامد يا حسين، جامد يا حسين، يا حسين جامد جامد. مستوى البارات على العادي، ما فيهاش لعب كتير بالالفاظ، ولكن اون تراك على نفس الليفل بتاع التراك. فعاش. قالك بتحدث بلغات وافرنجي وبعوجها وما اختارش نفسي، انا ربي اختارني وبنطق دغري وعلى السكه وما بتلونش. من الاخر هنا بيوصف السلكان، ما مدى السلكان عند حسين اهو واضحة. بعد كده قال لك انا سوقت الدنيا بعوم فيها وعلى الدايري وكأني سارقها، بس الدائري زحمة حضرتك يعني، فاهم؟ لو انت هتسرق الدنيا وتسرح بيها على الدايري فانت اكيد هتتمسك. تمام؟ ليه؟ زحمة، فاهم؟ وسعوه ضيقوه، زحمة برضه، فاهم؟ فما تروحش هناك، ما تطلعش على الدائري يا حسين. تمام؟ بعد كده قال لك دخلت اللعبة وغيرتها، مش هسيبها زي ما لقيتها، هيغير في اللعبة، هيغير في الراب جيم. تمام؟ بعد كده غير بقى ايه في تقطيع البارات. قال لك ناس تتصيد بالسلف، ناس بالبودرة بتتلف، معروف بقى، كل واحد عارف بودرته فين. ناس بتلوت لاجل الصيد ولا مؤاخذة، ناس بتتفهم وبشغف. في ايه احنا دخلنا فين هنا؟ في ايه؟ ما تطلع من المزرات اهي. ايه ده؟ كلها اعمال منافية للاداب والاخلاق. ايه ده؟ بالراحة، كل دي ناس كنت تعرفها؟ ايه الانواع كتير؟ لا ولسه في نوعين. قال لك ناس من جوه تعوز تأذيك وفي وشك تمسك في الخشب، ودول موجودين كتير قوي قوي. دول على وش المزرطة وفي قاع المزرطة ولا مؤاخذة. بعد كده قال لك ناس في اصولها عايزة فنيك وبتقلب انثى للاسد، مش محتاجة، كله على الواضح. بس بعد كده فقال لهم بقى فبطلوها بقى، ما تقرفوناش، مليتوا البلد، ملوش لازمة وجودكوا فيها. ازاي بتحكوا تقولوا جيها؟ ازاي بتجروا وتاخدوا فيها؟ مش عارف الصراحة، ما اعرفش. بعد كده قالك ازاي ما حدش فيكوا فكر ان الشغلة دي مش ليها؟ مالهمش يابا، مالهمش في المجال كده، معلش زيك. بعد كده نهى استفهامه وقالك ازاي بتحبوا في ظهر بعض وتبقوا اخصام في ظرف دقيقة؟ سبحان الله يعني، ما اعرفش يعني، اسأل الشباب اللي معاك.
هم اغلبهم معاك على فكره، يعني الكلام رايح لهم وهم معاك في التراك. مش عارف، مش هم بس هم فيهم، فاهم قصدي؟ بس بدون ذكر اسماء الناس عارفه. ما اعرفش انت بتكلم مين يا حسين؟ بتكلم الشباب اللي معاك جوه ولا اللي معاك بره؟ مش عارف. اصل لو تقصد اللي بره، في طرف معاك جوه في التراك، واخد بالك؟ بس ففوق يا حسين والنبي وانت بتقول تمام، عشان ايه ما تخبطش في الناس اللي ايه اللي اوريدي على الانتاج معاك، واخد بالك؟ نفوق كده. كمل يا حسين، كمل يا حسين. انا مبسوط بالاداء، ادائك مبسوط بيه. قول يلا. اللي بتاعك مش فاهم، مش عارف اللي فيك طيبين وانا ايش وعزمين الكمبيوتر اللي مش هتيجي ولا كله قلوبك بلاش تخيب بطل عطاك ونتاخر لسه في الباب. انا قلت جبت من الاخر ما بشوفش الا اللي يستاهل على مبدأ دايما عكاك. انا ببدأ ما بدأت في الاخر، انا بكتب زي رب الساقف ولا برجع كلامي لو قلت اصل المايه السابقه سيرته بتحكي عنه رجولته واي فكره في عين السيف عالي المستوى. حسين مفاجئني، حسين مفاجئني على البيت الاولد سكول ده. عاش بجد، عاش المستوى حسين. ايه ده حسين عامل شغل وتعبان في الليركس ومنوع، مش ثابت، منوع في الفلوز، منوع في القول. من بعد الاربعه بتوع الاستعجاب اللي هو ازاي دول، قال لك منكم مستعجب مش فاهمكم، هتلاقي فيه زي بريدج اتعمل كده، مش فاهمكم مش قاريكم، فين اللي فيكم جاي منه. من الاخر ينزل لحسين على طول تحت، تمام؟ وانا اقيسه واقيس زميله، مش عارف ازاي الصراحه. ايه رختر حضرتك ولا ايه؟ ما علينا. بس قال لك ويلكم بيكو، ايه مش هتيجوا ولا كله قولوا بس بلاش تخيبوا. يعني يا ريت حد ينزل لحسين تحت في الامانات، اديني قلته تمام عشان ايه يقيسوا بس يا سيدي. وبعد كده اما كمل عليهم قال لهم فنبطل عتا كده، فاهم؟ ونتاخر للصنف الفاخر. انا قلت وجبت من الاخر، ما بشوفش الا اللي يستاهل. على المبدأ دايما على الساخن، انا ببدأ ما بجيش في الاخر. جامد. عندك الفاخر اخر يستاهل قافية مكسورة او مايلة زي ما بنقول، بعد كده الساخن، بعد كده اخر الساخن برضو قافية مايلة، فجامد. بعد كده قال لك انا بدي في غيارات مش ساحب، تمام؟ ولا برجع في كلامي لو قلت اصل الصنص مميز سابقه سيرته، هو بيحكي عنه، هو راجل على الصح وعلى التمام وعلى المظبوط، مش محتاج يقول خلص. المجمل جامد. المستوى بتاع حسين فشخ، مفاجئني. عاش المستوى، عاش التغيير. هو بالفليكس بقى مستنيه، هو فين؟ هو اللي بعديك ولا ايه؟ اكيد. يلا خش يا فليكس، خش وفاجئنا فليكس. يلا اولد سكول. عاش. حلو المنطقة ومين مش كلام على أبواب، مين مش كلام على هواء، مين مش جاي مع الكلام. قلنا المافيا على الإنتاج وقت الفعل احنا إبداع، ماليش في فتح البلكونات. هعتمدك لو أقولك حلو مش حلو، الحكومة تحل حنكوها ومش حد هيملي طفلوها. أنت هتجيب حلول تشيلنا أنا الحالي هيمسح حزبونا أنا الحالي حزب. أنا سألت عن فليكس عن عمولك إنك تشيل هل هل عرفت مين؟ تعال حاولت تثبت نفسك وتأكدت مين. طبعا سسبنت يا زوج كنت، بس احنا في السوق كن يا عبيط تكون انت على الطلاق كنت يا ولد. لحظة يا نجم، انت داخل في مروان موسى ولا ايه؟ غالبا كده هو واقف في ظهر ابيو، فاهم؟ وطبعا احنا عارفين ان مروان موسى معاه مشاكل مع ابي يوسف، فهنا فليكس واضح ان هو بيمسي على مروان موسى غالبا يعني. وفي نفس الوقت لو ركزت هتلاقي ان دول من المعادي ومروان موسى من المعادي برضه، فهنا تحس ان فليكس بيقول له ان مفيش غيرهم من المعادي على الصح وعلى الراب المظبوط يعني من الاخر. بس اداء فليكس قوي فشخ على الاولد سكول. عشان كده كنت بقول الشباب دي كانت لازم تغير عشان اشوف المستوى بتاعهم على نوعيات تانية من البيتس هيبقى عامل ازاي، فاهم؟ غير الدريل بقى والنيو سكول اللازق ده. فالصراحة الكونسبت نفسه في التغيير جامد، وهو ده اللي انا كنت بنادي بيه من بدري، واخد بالك؟ وقلته في اغلب الحلقات بتاعت حسين وفليكس. في الاول كان جامد فشخ وهما فعلا متمكنين جدا في الدريل، مفيش خلاف على ده. عملوا ويف قوية جدا خطفت اخر السنة اللي فاتت، لا غبار على ده. ولكن التراك ده بيثبتوا قد ايه الناس دي على المستوى في اي حاجة. فالمستوى بتاع فليكس قوي فشخ على البيت.
بص اللي بيتقال، وهتلاقي برضو في تنوع في القول وفي الفلو. قال لك ايه بقى اخوك فليكس؟ قال لك مين من حلو المنطقه ومين مش جاي معاه الاجواء، مين مش جاي على هواه، مين مش جاي معاه الكلام. خد بالك اداء بنفس الاتيتيود بتاعه هو هنا بيعلي. خلاص قلت لك هو الشخصيه وثابته نفسها. بعد كده كمل وقال لك قلنا الماضي على الانتاج، وقت الفعل احنا ابداع، ماليش في ردح البلكونات، هو بتاع شارع من الاخر يعني. بعد كده كمل وقال لك هعتمدك لو قولك حلو، مش حلو الحكومه تحل، حنقوقه ومش حد حمل طفلوحه، انت اكيد حلمت. انا معرفش مين حنقوقه ومين طفلوحه الصراحه، معرفش، دي امور يتسأل عليها فليكس ذات نفسه، مش انا خالص يعني. حنقوقه وطفلوحه تمام. بس بعد كده قال لك تشحنني انا لحالي حرز، حاربوني انا لحالي حزب. جامد، على اساس ان الحروب بتبقى بين احزاب، فهنا بيقول لك حاربوني انا لحالي حزب، هو حزب لوحده، ولو هتشحنه هو لحاله حرز، والحرز ده لمؤاخذه اللي هو بيترافق مع المحضر بس، فهو لوحده مجال من الاخر. بعد كده قال لك هل سألت عن فليكس؟ هل قالوا لك ان انت شنش؟ ايه؟ ما حصلش حاجه. هل سألت؟ هل عرفت ان انت هلس؟ حلو فشخ الجزء الاستفهامي ده. قال لك هل سألت عن فليكس؟ هل قالوا لك ان انت شنش؟ هل سألت؟ هل عرفت ان انت هلس؟ هل حاولت تثبت نفسك واتأكدت ان انت بلف؟ جامد، حلو فشخ. بس بص بقى البارين دول، قال لك اصل انت يا دوب تلت، بس احنا في التوب 10. جامد، 10 مع تلت. بعد كده كمل وبدأ يدعم ابيو بقى، وقال له يا ابيو بتكتب له نمت عليا الطلاق تلت، يا وحش في منبل يا عايل يا نايتي. مش عارف بقى ده ايه موجه لمين، بس انا بقول غالبا على مروان موسى ممكن، او على الجوكر ما تعرفش، ممكن. بس نكمل كمل عم فليكس بس عشان ايه نعرف انت واصل لغايه فين. قول يلا خش اكس. يا عم تكتب له نمت على الطلاق تلت، يا وحش في منبل يا عيل يا نايتي، على الطلاق هلس وفاشل وملح، ما تعيش الصايع وانت مفيش ولا كاريزما، وانت عبيط ولا تمامكم في التأمين، ولا اللي جاي مني كتير. مش هتبقى صافية سمودي ليا في المعادي زول، انت صافية سودي الراب هتلبس عليها سيليا صوبيا واضرب يا دود، الدنيا فيها لوكال وفيها فوكال، من فوقك تنزل عليك 50% فوكال، شفتك الخطافة تعمل فيها هوكا، مسحنا هوكا من دي موجة فيدا لوكا. يا دين الماما، ايه ده ايه ده؟ اغلب البشرية لو ركزت مع ابي يوسف هتلاقي مستواه بيختلف لما بيعمل تعاون مع الناس. ده شيء بيبقى واضح بالنسبة لي جدا، واغلب الناس خاصة القدام يعني بيلاحظوا الموضوع ده. جامد فشخ. وهنا تحس ان ابي يوسف جاي بقى يدي الشباب الدرس النهائي، الدرس الاخير في ازاي تكتب وازاي تقول وازاي تعمل راب من الاخر. الدخلة بتاعت ابي يوسف عالمية. جامد. خلينا نقفش اول 8 مع دخلة ابي يوسف. قال لك ايه؟ قال لك مش هتبقى صافية سموذي ليا في المعادي جزوري يصل المافيا تو ديب. جامد فشخ. الرايم خيال. تو ديب سموذي. جامد. بعد كده قال لك الراب على الترند ازعل يا عسيلي اغضب يا بوبي، على اساس ان الاخ عسيلي علق على الراب قبل كده وكان متضايق ان هو على طول على الترند. تمام. لا المفروض يكون انت بقى، ولما نعيش في تبات ونبات هو ده المفروض اللي يبقى ايه اون ترند يعني. احنا اسفين يا اخ عسيلي يعني، بس ده وقتهم. تمام، ده وقت الشباب دي بس. فهنا بيلقح على العسيلي وبيقول له الراب على الترند ازعل يا عسيلي اغضب يا بوبي. انا ما اعرفش مين بوبي الصراحه، ما اعرفش غير بوبي واحده هي اللي كانت في ميلودي تتحدى الملل زمان ولا مؤاخذه، وكان غالبا ليها علاقه بابراهيم سعيد. بس ده اللي احنا نعرفه عن بوبي يعني، الا لو هو يقصد لا مؤاخذه بوبي تانية. بس بعد كده بص البورده قال لك جيتنج كوتد في جي كيو واضرب يا دودي. والجي كيو دي المفروض ان هي مجله معروفه، فهنا بيقول لك اصل الحرفين ان هما جيتنج كوتد واضرب يا دودي. غالبا دودي ده حد ضرب على الجي كيو، معرفش هو مين، اللي يعرف يقول لنا. دول اول 4. بعد كده قال لك حقنة بنج اديها لوكال وفيها فوكالز. يا جامد على القافية الداخلية. جامد. انترنال رايم يقطم. حقنة بنج اديها لوكال وفيها فوكالز. من فوقك ننزل عليك ممسوك في المينا كوكا، اللي هم هينزلوا عليه يمسكوه بكوكا.
اللي هو الكوكايين ولا مؤاخذة. بعد كده قال لك تيشيرتك يتقطع هتعمل فيها هوجن، على اساس ان هوجن المصارع المعروف معروف بان هو دايما بيقطع التيشيرت بتاعه، فهنا بيقول لخصم تيشيرتك يتقطع فتعمل فيها هوجن. بعد كده ركز بقى في البوردة، قال لك اسامينا هوجا ميفيدا موجا فيدا لوكا. بص اختيار السيلابلز عامل ازاي. اسامينا هوجا ميفيدا دي المفروض حياتي بالاسباني، حياتي موجة، تمام. بعد كده راح قافل لك فيدا لوكا اللي هي حياتي مجنونة. جامد، اختيار السيلابلز عالمي. فكده بسم الله ما شاء الله ابي يوسف ترايلينجوال، تمام، مش بايلينجوال، لا هو ترايلينجوال بسم الله ما شاء الله. معاه 3 لغات لغايه دلوقتي، عربي وانجليزي واسباني. جامد. مستوى السيلابلز والرايم سكيم عالمي، هو بيتفوق على نفسه وعلى الجماعة اللي معاه في التراك. مستوى. نكمل. قول يا أبي. ثبت فيديو ثبت ساكت حي الكلب ومش حي الكلب المادة بيورو مصدر ثبت يورو عدل يورو ماتش فيش بمطر مش بضربك مش زي السيوف وفزل I don't give a fuck cause he's a bitch No, I don't give a fuck cause he's a bitch يا انا بابا زي بعض النينجا انا عيني ليه بقالها فيك ما بعتمدش شغل فور صودا بك كان زمان دمك سقى الارض قال لك صودا بالحاجة كان الحكم فكر دخل الخط لو كنت ساميه في البيت فتح الخط ده كان خط سكن خط كوكي على فكر جامد فشخ، جامد فشخ. ابي يوسف شغل الماد مود، مفيش كده. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني مستوى الكتابة ومستوى تقطيع البراد ده؟ ايه ده؟ تعالى بص قال لك ستف لي ديوم ستف عيل كلب ومش اي كلب، الواد ده بيورو وماستف. وهنا غالبا بيتكلم على مروان موسى ساعة ما كان بيقول له 6 و6 2، فانا بيقول لك عيل كلب ومش اي كلب، الواد ده بيورو وماستف اللي هو نوع من انواع الكلاب الماستف يعني. بس بعد كده قال لك خد باليورو ادلبس يو نو ماتش بيتش، بمطر مش بدريب بلبس زي السيول وبنزل. وبمطر مش بدريب دي يقصد ان هو بينزل علينا بتراكاته وشغل كتير مش بينقطنا يعني. دريب دي اللي هي جايه من التنقيطه. بس كده عزيزي المواطن. بعد كده قال لك اي دونت جيف ا فك كوز هي از ا بيتش، لا مؤاخذه يعني. وراح مأكد لنا تاني قال لك اي دونت جيف ا فك كوز هي از ا سنيتش، سنيتشايه كده حاجه كده ايه، لا مؤاخذه ضئيله يعني. بس بعد كده قال لك يا اسطى انا بابا زي بعد الليل. تمام، عارف طبعا البابا بعد الليل بيعمل ايه، بيعاقب ولاده لقط. بس فقال لك يا اسطى انا بابا زي بعد الليل يا اسطى، انا عناب هلافيت ما بعتمدش. نركز بقى بعد اذن البشريه في الاربعه اللي جايين دول. بص التقسيم وبص السكيم وبص الرايم والتلوين. ركز، لا تلوين صح مش تلوين غلط ولا مؤاخذة. قال لك شكل فرد لولا البت كان زمان دمك سقى الارض. قال لك طرد اضحكك اضرب حكم فكس ماتش. ايه السكيم ده؟ ايه الرايمز دي؟ شكل فرد سقى الارض، قال لك طرد فكس ماتش. لا ومكمل قال لك دخل خط لو كسبت ابيو في البيف فده كان حظ. بص كان حظ. بعد كده ده كان حط سكن خط صوتي على الركا الصب. مفيش كده، اقسم بالله مفيش كده. الدماغ دي مفيش كده. مع كل 4 بارات هو بيعلي مش عارف رايح فين، هو خرم السقف خلاص كده. عالي المستوى، هو ده المستوى اللي انا ما ينفعش اقول فيه احسن من كده يعني. ده مستوى ابي يوسف اللي انا اعرفه. جامد. نكمل. قول ايه التراك ده؟ كان فين ده؟ في الدولاب؟ انا سيح ببالغ بثبت بلاغم بس حسيت والباقي بثبت ادل على بثبت كلامي لا ذاكره ده دريب هيغلق ذاكره بس كيف اجيب لك اخره. ده مش اعلام ده مش راب شعبي ده مش تكنو ده مش نيو سكول ده ما قدمش ده مش ريترو ده مش منتج دول مش كوكيز ده مش علمي في بيتكم على بعضكم ده مش انتوا كومبلسي على البيت مش مهندس قالت لي كام فايت كيز قلت لها كيز انا مفتاح قلت معلش افتكرت ايه في العنقه وبتلكك انا متجدد في البوكسر انا برو من العاصمه نروح الى القاهره ونفضي فيه المشهد كله في تراك من ابي وفليكس ومين والسانتا والصنف بريمو من المافيا وباسم المكسيكو وخارجنا لكل دي.
مفيش كده، اقسم بالله مفيش كده. معلش كان لازم اشرب المشروب، انا اسف. اظن بعد التراك ده لازم اشرب مشروبي المفضل، ولا مؤاخذة يعني. ايه المستوى ده؟ الراجل لخص لنا كل حاجة، قالك المشهد كله في تراك جامد فشخ، اقسم بالله. بس معلش نرجع برضو لعم ابيو. ايه الليفل ده؟ ايه الليفل ده؟ في حتة كده فجرة عايزك تركز برضو في السيلابلز بتاعتها. قالك جامد بس انازيع ببلاغة بث مباشر يعني. ركز في اللي بعدها، قالك بسبت بلاغم بسبت جاي من السبيتنج اللي هي لا مؤاخذة التفافة يعني، فاهم؟ وانت بتعمل راب بتفتف، فاهم؟ فبيتقال عليها سبيتنج، انت بتعمل سبيتنج للبورز، فاهم؟ فهنا بيقولك بسبت بلاغم بس، اللي هو البلغم ولا مؤاخذة يعني. بس ايه ده؟ جامد بس انا ازيع ببلاغة بسبت بلاغم بس استيتس والباقي خس، لا مؤاخذة يعني مش هينفع تتشرح دي، بس هي شرحة نفسها. بس فاهم؟ والباقي لا مؤاخذة خس، مش زي الأحجام دي. بعد كده كمل بنفس الرايمنج وقال لك بثبت أدائي على البامفلت. إيه ده؟ إيه ده؟ البامفلت ده المفروض باللغة الألبانية معروف إن هو الكتيب، تمام؟ ودي بنسمعها كتير جدا في اللغة الدارجة بتاعتنا. فشال لك كتيب وحط لك بامفلت عشان تمشي مع بثبت اللي فوق. إيه السكيمز دي؟ ايه ده على كده الباقي ما كانش بيكتب بقى، الباقي ده كله ما كانش بيراب، تراك لوحده. اقسم بالله ابي يوسف ساحب التراك وواخده في حجره لوحده. بعد كده قال لك كلامي ده ذاكره، ده دريب هيغلى شكله، بسكيب اجيب لك اخره. برضه بسكيب اللي هي راجعه على بامفلت وبثبت وطبعا الاستيتس ولا مؤاخذه يعني، تمام؟ انت فاهم الحته دي فيها ايه؟ انت فاهم الدماغ؟ مستوى عالي فشخ، مفيش كده. بعد كده ركز في الأربعة دول، قال لك ده مش إعلان، ده مش تراب شعبي، ده مش تكنو، ده مش نيو سكول، ده ما قدمش، ده مش ريترو. الريترو ده اللي بيتقال عليه اللي هو الحاجة اللي هي النوستالجيا، الحاجة اللي هي الإدمت، فاهم؟ بعد كده كمل وقال لك ده مش مونستر، ده مش كوكيز، ده مش إلمو. طبعا عارفين شخصية إلمو، الدمية الحمراء دي. بعد كده لما مؤاخذة قرر يوجه كلمة لأخصامه وقال لهم ليه على بعضكم، ده مش انتوا شلامبورجي، وشلامبورجي دي المفروض معروفة باللغة الفارسية ان هي يلا العار يعني. فهنا بيتكلم على أخصامه ان هم عار يعني، تمام؟ قال لك شلامبورجي باللغة الفارسية. انت يا ابني معاك كام لغة يعني؟ بسم الله ما شاء الله، ولا بايلينجوال ولا ترايلينجوال ولا كوادلينجوال، انت كام لينجوال يعني؟ بس عشان نبقى فاهمين كام لغة. ايه ده؟ فارسي وألباني وأسباني وإنجليزي وعربي. جامد مفيش كده. بعد كده قال لك على البيت باشمهندس بسلاح، قالت لي can't find the keys، قلت لها كيس، قالت مفتاح. انت متخيل؟ عامل conversation البيت، عامل ديالوج. وطبعا هنا الكيس مرمي على مروان موسى صرف بينكشه عاشر، وقال له قلت معلش افتكرت ابن المعاق، على اساس ان هو ابنه يعني، فاهم؟ وهو اللي ايه مربيه ومدخله المجال، عشان كده قال عليه ابن المعاق. او بتلكك انا مدلدل في البوكسر، انا لا مؤاخذه ما ينفعش نقولها يعني، ما ينفعش. ايه ده؟ ايه الليفل ده؟ بعد كده بقى في الختمة عم حسين بيعرفنا اللي حصل ده ايه، وبيقول لنا مستوى العاصمة عامل ازاي. مفيش بعد كده يعني اقوى من العاصمة الادارية ولا مؤاخذة يعني، على الاقل ليها لازمة، واخد بالك؟ جامد المستوى، عاش فشخ. التعاون مفاجأة بالنسبة لي، تراك بيثبت مستوى الشباب بتاعت المعادي سواء حسين او فليكس على الانتاج بتاع الاولد سكول عامل ازاي. ومستوى ابو الانوار برضه مفاجئ بالنسبه لي، سانتا لا تعليق عليه. وبالنسبه لابي يوسف هو عارف نفسه فوق مفيش مستوى كده. تراك يستحق 10/10، ودي اول مره هقولها 10/10. مفيش بعد كده. فاضله برضه الفيديو كليب، اتمنى يتم تصويره، واتمنى ان الشغل ده يتكرر تاني، تمام؟ ولنا لقاء في اللي بعده، مش هنأخر عليكم. اللي بعده يا ابني، اللي بعده.